بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد، وصفة جديدة، غدا بطعم وريحة زمان. غدا من بتاع امهاتنا كده، الغدا المتين طبعا بطعم وريحة زمان. يا رب يخلي امهاتنا ويديهم الصحة والعافية يا رب ويبارك فيهم. هنبدأ كده بإذن الله. معانا طبعا كفتة ورز والقاس. معايا نص كيلو كفتة انا مصبعاه. انا لسه كنت عامله فيديو قريب بالكفته المحمره وصبعناها سوا. انا هنا صبعتها، بس صبعتها طبعا صغيره شويه عشان احطها في الصلصه وتستوي. ومعايا والقاس غسلاه ومقطعاه مكعبات. انا بقطعه الاول، بعد كده بغسله. وان شاء الله واحنا بنعمل هنتكلم في كل التفاصيل ان شاء الله باذن الله. ومعايا الصلصه ومعايا رز ومعايا شعريه. وهنا بقولك انا عاملاها صوابع كده صغيره ورفيعه عشان تستوي في الصلصة. وطبعا زي ما تحبي ممكن تعمليها كبيرة عادي. وهنا القلقاس اهوت انا طبعا مخرطاه وغسله كويس مصفياه. واحيانا كمان بنشفه عشان يبقى ناشف كده، وما شاء الله زي ما شايفين. وده معايا سل انا محمراه ومجهزاه وحاطاه كده في علبة. هنبدأ كده بسم الله. هجيب حلة واحط فيها معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وهكون ضاربة القوطة عشان اعمل التسبيكة. انا بعملها من غير بصل ومن غير توم، لان طبعا الكفتة فيها بصلها وفيها التوم بتاعها، فعشان ما تبقاش تقيلة. معايا هنا ده نص كيلو كفتة هعمله. معايا زي كيلو الا ربع من الطماطم وضرباها. هنزل كده بقى بالطماطم طبعا وهحيقها، احط لها الملح بتاعها والفلفل الاسود، وبحط حبة من 7 بهارات، وحبة تحطي حبة شطة مفيش مشكلة لو حباها حراق. هنا نحط الملح، ومش بحط لها اكتر من كده يعني، وملح فلفل اسود حبة من ال7 بهارات. وبسيبها على نار عالية لغاية ما تتسبك وتنطر الايدام بتاعها السمنة او الزيت. واروح بقى مزوداها وهنشوف مع بعض ان شاء الله باذن الله. كده هقلبها كويس. طبعا لما بتحيق الصلصة بتتسبك على طول وريحتها بتطلع. هنا هغطي عليها واسيبها على نار عالية. هنقلها طبعا لغاية ما اقلي الكفتة وادخلها على نار عالية جوه، وهقلي الكفتة مسخنة الزيت. وهنزل كده بالكفتة. طبعا احنا لسه كنا عاملين سوا كفتة، بس انا حابة لو في متابعين جديد ان شاء الله نوروا القناة يشوفوا معايا الفيديو من اوله. هننزل كده برضو مش هاملة الطاسة قوي عشان تاخد لون من كل الجوانب وتحمر ما شاء الله. يبقى كلها لون واحد، مفيش حاجة غامقة ولا حاجة فاتحة. وطبعا تكوني النار عالية وواقفة قدامها على طول، مسافة ما بتحمر بتطلعيها على طول. وهي هنا بقى معايا حلة فيها شوربة انا شايلاها في الفريزر، شوربة بلدي عشان هعمل بيها القلقاس. انا ما بكون سلقة حاجة بلدي بشيل منها حبة شوربة عشان في اي وقت هكون هعمل ملوخية قلقاس اي حاجة محتاجة فيها شوربة، اطلع كيس واشتغل على طول ما اوقفش الدنيا. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وتكونوا بتستفادوا مني باي معلومة. وان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. انا هنا اهو بحمر كده في الكفتة، بقلب فيها اللي حاسة ان هو واخد لون طبعا بقلبه وبقلب كده عشان واديني هنا طلعت كمان اهو كلها لون واحد ما شاء الله. وحطيت تاني، وهنا ما شاء الله الكمية كلها. انا طبعا مسرعة الفيديو عشان مبقاش طويلة عليكم. هنا طبعا التسبيكة اتسبكت وما شاء الله هي نطرت السمنة بتاعتها الايدام بتاعها. مش هينفع طبعا نحط الكفتة كده، مش هتستوي. فبزود كوباية من كوباية لكوباية ونص مية عشان التسبيكة طبعا تخف وتقدر الكفتة تستوي فيها. ويبقى الصوص بتاعها خفيف، مش خفيف قوي ولا تقيل او عشان تقدري تحطيه على الرز. طبعا لو هتحطي على الرز هنا كده هغطي وهسيبها تغلي. مش هينفع اسقط الكفتة إلا لما التسبيكة تغلي تاني. وهنا غليت اهوت وهسقط الكفتة وهتشوفي قوامها بترجع طبعا مع الغليان بتتقل سنة تاني. هنزل كده كمية الكفتة وهديها تقليبة. انا هسيبها على النار غلوة واحدة بس، مش هسيبها اكتر من كده. هي هتغلي غلوة لان طبعا التسبيكة هتبقى سخنة فهتقعد كمان فهتشرب من التسبيكة. هنا غلوة وهطفي عليها. هنا طبعا معايا الشوربة اهيت انا حطيتها وهنا غليت. هنزل بقى القلقاس. طبعا القلقاس انا مرضتش اغسله ولا اعمل السلق هنا على في الفيديو يعني، عشان ان شاء الله هعمل لك بيه فيديو طريقة غسل القلقاس وتخزينه ونشوفه مع بعض ان شاء الله. فانا هنا غسلته ومرضتش اجيبه في الفيديو. كده سبت القلقاس طبعا بسيبه يغلي ويستوي. بياخد طبعا من نص ساعة ساعة الا ربع حسب حجم القلقاس ونوعه. هنا بقولك ما شاء الله ان هو استوى اهو، وما شاء الله بقى دايب زي الزبدة. معايا السلق اللي انا عاملاه هحط طبعا نص دي علبة من بتاع الايس كريم انا بحط فيها السلق.
بس عشان دوت انا مش كنت هستعمله، مش هخزنه يعني. اللي بخزنه بحطه في اكياس من بتاع التلاجة عشان خاطر اقدر ياخد مساحة في التلاجة واقدر ان انا اكسر منه واخد منه الكمية اللي انا عايزاه. كل طبعا ده هنشوفه في فيديو تاني ان شاء الله، طريقة التخزين وعمل السلق بتاعه او الخضرة بتاعته ان شاء الله بإذن الله. انا هنا كده بدوب السلق فيه، وهسيبه طبعا يغلي بقى غلوتين كده بالسلق، وبعد كده هرجع اطفي عليه. طبعا انا ما بحطش السلق الا لما يكون القلقاس مستوي سوا كامل. هنا زودت تاني حتة سلق عشان حسيت ان الشوربة بتاعته هتبقى خفيفة، فزودت له حتة تاني عشان بحب الصوص الاخضر بتاعه تقيل. هرجع بقى كده اسيبه يغلي غلوة واروح قافلة عليه. هنا هو كده غلي، واقولك كده خلاص دوت خلص. او زي ما شاء الله، الله اكبر، زي ما شايفينه ما شاء الله ريحته طبعا وطعمه ما شاء الله كان تحفة. ان شاء الله تجربي وتكتبي لي في الكومنتات وتحطي لي اللايك لو الفيديو عجبك. طبعا هنعمل مع بعض الرز ابو شعرية المصري الاصيل. طبعا جنب الاكلة دي لازم رز بشعرية. حطي حبة زيت ومعلقتين سمنة بلدي كده عشان الرز ما شاء الله يبقى مفحفح كده وجميل. اكل بقى مصري بريحة زمان يبقى معلقة سمنة بلدي. هغسل الرز بتاعي، وهنا معايا الشعرية. هنا بقى بقول لكم اللي عنده العلبة دي او بيستعمل العلب دي يخلي باله يحط ايده على الغطا وهو بيفضي، عشان انا ما شاء الله يعني مرة كنت بحط ولقيت الشعرية كلها في قلب الحلة. الغطا ما بقاش محكم قوي، فوانتي بتنزلي الشعرية بيتفضى كلها. حصلت معايا. ففي حالة زي كده لما اتدلقت مني كلها عملت ايه؟ زودت معلقة سمنة وحبة زيت تاني وحمرت كل الكمية، وقبل ما تاخد اللون الذهبي رحت ركناها مفضياها في علبة لما بردت، وخليتها عندي لما اعمل رز اروح واخدة من الشعرية جاهزة على طول، لان الكمية كلها كانت جايه عليها سمنة وزيت. فلو حصل معاكي زي كده اتصرفي حمريها كلها، بس ما تحمرهاش قوي. هنا طبعا حمرنا الشعرية وديناها اللون الذهبي زي ما وريتكم كده. بنزل بالرز، انا معايا كيلو رز. هنا غسلاه وكنت مصفياه حلو. ما شاء الله شايفين لون الشعرية ما شاء الله ذهبي، وانا بحب الشعرية كتير يعني في الرز. طبعا زي ما بتحبي واللي يريحك واللي متعودة عليه وبتاكلوه اعمليه. طبعا اهم حاجة في الرز بتاعنا في اي نوع رز، بشعرية واحدة واحدة، رز ابيض، رز بسمتي، التشويح الرز او تقليب الرز او تحميره بيفرق قوي في ان سوى الرز وفلفلته. لان طبعا لما بتقلبي الرز تقليبه كده وتسقيه على طول ميته او تديله شوربته بيبقى معجن وملبك كده، مش حلو يعني، مش افضل حاجة. لازم طبعا تشوحي الرز. طبعا كلامنا للبنات الجديدة اللي لسه مبتدئة مطبخ سنة اولى مطبخ، يكونوا بيستفادوا مني اي معلومة او اوضح لهم ان شاء الله اي معلومة كده. هنبدأ بقى كده نشوح الرز. انا بحب اشوح الرز بصراحة كتير عشان خاطر بيفرق في الفلفلة بتاعته. هنا بقى هنزل بالملح وحبة فلفل اسود رشة كده عشان انا بحب اديله رشة فلفل اسود يعني. وطبعا هكون مسخنة المية او مية من الحنفية، مفيش مشكلة. اللي متعودة عليه واللي بتعمليه اعمليه. انا احيانا بدي مية سخنة واحيانا بدي مية من الحنفية. هنا كده حطيت المية بتاعته وهقلبه وانزل كل الرز اللي في الحلة والشعرية من على الجوانب عشان كله يستوي وياخد سوا واحد. وده كده معيار المية اللي انا حطاه. طبعا في ناس بتحب تحط حبة مية وكوباية شوربة، مفيش مشكلة. انا هنا دقت ملح ولقيته مظبوط. طبعا بحط الكيلو الرز معلقة ملح ممسوحة مش مليانة قوي، وبزود حبة صغيرين تاني عشان خاطر الشعرية. طبعا هنا خلاص الرز ما شاء الله شرب ميته فوطيت عليه. هنا بوريك النار هاديه قوي زي اكنك بتعملي قهوه كده على نار هاديه. الرز بيحب يتردد على نار هاديه بيستوي، بياخد وقته ما شاء الله عليه. هدي على الرز يستوي. هنا بقى خلصنا الغدا بتاعنا. هنا الكفته ما شاء الله استوت، اديتها غلوه واحده استوت. والقلقاس بتاعنا ما شاء الله لونه جميل اهو تقيل وزيتي ما شاء الله عليه. وده الرز بتاعنا استوى ما شاء الله لسه منزلاه. اخر حاجة بعملها الرز، طبعا بيكون لسه الخضار سخن وبطفي على الرز وبنقدم الاكل سخن على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون ضيفة خفيفة عليكم وكونوا بتستفادوا مني. وهنا طبعا ده شكل الاكل بتاعنا. بقولك ما تنسيش اللايك. هنا كده قدمت الرز وما شاء الله والقاس ما شاء الله دايب دوب كده زبدة. والكفتة اهي معانا، ومعانا المخلل بتاعنا زيتون. طبعا زي ما تحبي تقدمي حبة سلطة اللي انت حباه، بس الاكل دوت عايز عيش ومخلل، مش محتاجة اكتر من كده. ويا رب يكون تقديمي وطريقتي في الاكل بتعجبكم. طبعا اللي حابب طريقة اي اكلة يكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله نعملها مع بعض ونقدم كل جديد مع بعض.
ويا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.